السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشارك معكم الملوي. صراحه ما عمري شاركته معكم هكا في القناه، قلت اليوم نشاركه معكم ونيت نشارك معكم الطريقه اللي كتخلي هذا الملوي يعني هشيش ويدوم معكم مده طويله بلا يعني بلا مجمد بلا حتى حاجه. الصراحه كيجي هشيش وزوين. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا واحد جوج يعني زلايف ديال الفينو، وعندي جوج زلايف ديال الدقيق الابيض فرص. بالنسبه لهاد سميتو الدقيقه البنات درت يعني نفس الدقيق الابيض نفسه الفينو. هكا كيعطي الملوي ديالنا واحد الهشاشه، ما كيجيش الاستيك، وفي نفس الوقت يعني كيخليه صحي اكثر. زدت معاه واحد الراس تاع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وزدت الملح على حسب الذوق، وزدت واحد المعلقه ديال العسل، معلقه كبيره. هنا درت 2 معالق صغار، معلقه كبيره ديال العسل. هنا زدت واحد الشاشيه ديال خميره ديال الحلوى، حتى هي البنات كتعطينا التقرميشه والهشاشه لهاد الملوي. بالنسبه للماء درت 2 زلايف تاع الماء. كنحاول البنات نخويو الماء هكا في اللوز، لا في الاولى كنخويها كامله، من بعد كنخوي شويه بشويه. بالنسبه لي انا دخلت لي واحد 2 زلايف ونص تاع الماء. صافي البنات، هنا انا ما كانش عندي الوقت بزاف، يعني ما خليتوش بزاف، ولكن دلكت واحد تقريبا واحد 5 دقائق وانا كندلك فيه. هنا غنخليه يرتاح غير واحد 5 حتى 8 دقائق. نتوما عندكم الوقت خليوه يعني يرتاح مزيان، ولكن بالنسبه ليا ملي كندلكو يعني راه كيجي نفس النتيجه. هنا خليته يرتاح واحد شويه. بالنسبه للماء البنات حيت سخون الحال، يعني درت الماء عادي، ماشي سخنته ما دافيش، الماء عادي تاع الروبيني هكا. واخا كتكون فيه ديك شويه ديال الخميره، الا عجنتو بالماء بارد بالماء زعما عادي، يعني راه ما تخافوش منه، ما غاديش يخمر لكم حتى حاجه. بالنسبه للعجينه رجعت ليها من بعد 8 دقائق، اعطتني واحد النتيجه زوينه واخا ما خليتوش بزاف. هنا البنات غندير هاد الملوي بغيتو يكون كبير هكا. هاد الكبير هذا كيعطي العين الصراحه، كيجي زوين. والمهم هاد المره اختاريت نديرو يعني هكا يعني كبير. ان شاء الله مره اخرى غنشاركو معكم يعني هكا ملوي صغير بالطريقه يعني سهله توجد واحد الكميه كبيره. صافي كنحاول يعني نقطعو كويرات صغار. بالنسبه لي انا ديك الكميه تاع الدقيق اللي درت خرجت منها واحد 7 الكويرات. تقدروا تخرجوا يعني اكثر، وتقدروا تخرجوا غير 6. هذا ملوي كبير يعني كبير نيت هكا ملي كنوجدو هكا غير حنايا ولا العائله هكا مجموعين، كيعجبني ندير هذا الكبير، كنختصر الوقت وفي نفس الوقت صراحه في الميدا كيعطي واحد المنظر زوين، كيعمر العين. صافي هنا البنات ملي كورتهم يعني كاملين، ما تستعملوش الزيت البنات ملي كتكوروهم باش يتقادوا لكم يتجمعوا لكم باش ما يعذبوكمش. صافي خليتهم عاوتاني يرتاحوا واحد قلت لكم انا ما عنديش الوقت، ما خليتهمش بزاف، خليتهم واحد 5 دقائق ورجعت ليهم هكا قرصتهم. بديت بديك الكويره الاولى صافي وكنسرح، واخا هكاك راه ما عذبنيش، يعني راكم كتشوفوا يعني في العجينه راه مطلوقه.
بالنسبه باش كنورقها البنات، ورقته بشويه ديال الزبده. كنهز انا الزبده ديال البواطه ولا منقارين، كندوبها وكنزيد عليها واحد المعلقه ديال الزبده ديال العبار. كتعطينا واحد البنه زوينه بزاف البنات. هكا بقاو خذوا شويه ديال الزبده ديال العبار وبقاو خلطوها مع هذيك تاع البواط ولا هذا، كتعطي فيه واحد النكهه زوينه بزاف يعني الماكله ديالنا. ولا ما بغيتوش تقدروا تضيفوا واحد شاشيه ديال الفاني في العجين. ملي كتستعملوا شي زبده يعني اللي ما عندهاش مذاق بزاف، حتى هكا كيجي الملوي ديالنا كيكون فيه المذاق بنين بزاف. صافي البنات، بالنسبه للطويان يعني عادي كنبقى ندير شويه ديال الزبده، كنرش شويه ديال السميده ولا الفينو، من بعد كنطوي هكا ثنيات هكا باش يجينا مورق. صافي ملي كنديرو هكا يعني هاد كنطوي هكا كنخليه يرتاح. كي شفتو يعني خليته هكا ما باش يطلق ليا مزيان ما يعذبنيش. من بعد البنات راه كنسرحو وكنطويه. ما تزيروش البنات هاد الطويات هادو باش يجيكم مورق من الداخل وما يجيكمش مدقس. صافي كندير هاد العمليات تنكمل يعني كاع الكويرات اللي عندي. عاد غنرجع ليهم البنات نقد ليهم يعني دوك الجناب ندخلوهم الوسط باش ما يتحلوش معانا. يعني الطريقه سهله وواضحه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. غير البنات كما قلت لكم ملي تكوروا هاد الملوي هذا ديك ما تزيروش، خصوصا الا كطيبوه ديك الساعات ما تزيروش باش ما يجيكمش مدقس من الوسط. كنتمنى يعني الفيديو يعجبكم. هكا البنات ملي ساليته كامل عاد كنرجع يعني ندخل دوك الجناب هكا الوسط. غير بالخاطر انا غير زربت الفيديو ما بغيتوش يجيكم طويل بزاف، غير بالخاطر هكا كندخلو دوك الجناب صافي وكنحطوهم يرتاحوا واحد كما قلت لكم يعني بما تسخن لينا المقله ديالنا ونبداو نطيبوا. فهاد المرحله البنات تقدروا يعني تحطوهم مثلا قديتوه في الصباح ولا بالليل، تقدروا تحطوهم هكا ديروا لهم واحد السلوفان ولا شي بلاستيكه وتخليوهم في الثلاجه حتى تبغيوه وتبداو طيبوه. غير يعني الثلاجه لتحت ماشي الفريغو، كتحطوه غير هكا مثلا الا بغيتو عشيه ولا قديتوه بالليل وغتفطروا به كيجيكم ساهل. كتجبدوه وكتخليوه يرتاح شويه يعني يطلق شويه وصافي طيبوه. صافي البنات هنا غنبدا يعني نقرصو. هزيت هاد الورق ديال الطبخ ويعني غنقرص عليه هاد الملويه هادي. كي شفتوا انهم كبارين، واخا كيبانوا هنا يعني في الكاميرا صغار راهم تبارك الله كبارين. بالنسبه للمبتدئات اللي غيجيهم يعني هكا يهزوه هكا بيديهم، من الافضل يديروا هاد الورق يعني كيساعدنا باش نحطوه في المقله ويجينا حتى هكا دائري وما يتحلش معانا. صافي البنات كنديروا على العافيه يعني متوسطه، ماشي نازله بزاف وماشي يعني عاوتاني يحمر لينا والداخل يبقى خضر. صافي كنبقى نقلبو يعني تقريبا واحد 4 المرات. هانتوما البنات كي شفتوا من الجناب راهو مورق ما شاء الله. صافي كنرجع للثانيه نشاركها معكم حتى هي. كنحاول هكا نقرصها واحد شويه، عاد كنديرها فوق داك الورق باش يسهل علينا يعني نورقها فوق منه. صراحه البنات حاولوا يعني تجربوا هاد الطريقه اللي ما يعني
تقريبا اغلبيه كيديروا النص، يعني كيديروا الفورس هو اللي كتير. بالنسبه لهذا البنات راه واخا يبات معكم، واخا يبقى معكم يومين بلا ثلاجه، راه كيبقى تبارك الله هشيش وزوين. جربوه بهذه الطريقه ان شاء الله يعجبكم. صافي البنات كنحاولوا نقلبوا يعني الملول ديالنا واحد 4 المرات هكا في المقله باش يعني يتورق معنا. مرة مرة هكا تضربوا به كيتحل وكيطيب لينا حتى من الداخل. مرة مرة هكا كنضربوه هكا كيتحل معكم بسهولة. صافي البنات هكا غنستمر يعني حتى نكمل كاع الكمية اللي عندي. كيف قلت لكم البنات العافية يعني تكون شوية متوسطة، ما تكونش يعني نازلة بزاف. هانتوما البنات انا ما قلتش لكم يعني كنرش يعني شويه الزيت في المقله غير في الاول، من بعد كنخليه يعني هو يعني داك ليدام اللي فيه كيطيب يعني هكا باش ما يجيناش ميدم بزاف. صافي البنات هكا جا يعني الملوي ديالنا. كنتمنى هكا يعجبكم وتجربوه. ملي حليتوه البنات راكم شفتوا يعني حليته في الاول تاع الفيديو، حليت